السلام عليكم، يومكم لذيذ جدا جدا جدا. انا آية محمد وده بودكاست حكاية نعمة. معلش لو هجيب سيرة مامتك دلوقتي، بس عايزة اسألك سؤال. هل مامتك حكيت لك وانت صغير حكاية الولد اللي ما بيحبش الشمس؟ ما حكيت لهكش؟ ما حكيت له ايه بقى؟ ما قالت لهكش برضه. مش نافعه. ايه ده بجد ما تعرفهاش؟ ده ماما الله يرحمها حكيتها لي بتاع 17,000 مره وانا صغيره. يمكن عشان في عداء ازلي بيني وما بين الشمس من زمان قوي. شكلك عايز تعرف القصه، احكيها لك. تعرف القصه دي؟ يا ماما حكيت لهكش. القصه بتبدا لما ولد صغير بيقوم من النوم ويفتح الشباك، بيلاقي الشمس طالعه ومنوره، بيقوم قايل يوه شمس تاني، انا ما بحبش الشمس دي. مين اللي سمعته؟ الشمس. قال لها ليه كده يا شمس؟ قالت له بفضل ربنا ثم انا اللي هو الشمس الشجره كبرت والنجار قدر ياخد منها الخشب اللي يعمل لك السرير بتاعك، وانت ما بتحبنيش يبقى هاخد حاجتي. الولد اتعصب جدا، ولكن كان عندها حق فسابها ومشي. راح فين؟ راح المطبخ عشان يفطر، واول ما جاب الاكل وجاي ياكل قامت الشمس واخده الاكل بتاعه. قام اتعصب قوي 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 وقال لها الله ليه كده بقى؟ قالت له عشان الخضار يكبر محتاج شمس، وانت ما بتحبنيش يبقى هاخد حاجتي. الولد اتعصب قوي 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 وقرر عشان ينسى اللي حصل ينزل يقابل اصحابه. راح يغير هدومه عشان ينزل، ما لقاش هدومه في الدولاب. قام بص للشمس وقال لها انت اللي اخدتيهم؟ قالت له ايوه طبعا، اصل القطن عشان يكبر بيحتاج لشمس ثم ياخدوه يعملوا منه لبس، وانت ما بتحبنيش يبقى هاخد حاجتي. الفكرة ان حتى الولد الصغير اتأثر وبقت صحته مش حلوة. قامت الشمس قالت له انت عارف انت صحتك مش حلوة ليه؟ عشان انت مش بتتعرض للشمس اللي كلها فوايد. تحس ان ماما كانت بتحاول تديني هنت ان انا يبقى عندي نقص فيتامين د. في نهاية القصة الولد بيفهم ان الشمس اساس كل حاجة تقريبا، وان من غيرها في حاجات كتيرة مش هتبقى موجودة والحياة هتبقى وحشة قوي. فاعتذر للشمس وقال لها انا عمري ما هقول تاني انا ما بحبش الشمس. برغم ان العداء لسه مستمر ما بيني وما بين الشمس، الا ان كل ما بفتكر القصة دي بقعد افكر واتخيل هو كان هيحصل ايه لو الشمس دي ما كانتش بايد ربنا وكانت بايد البشر. تخيل تبقى القوة الاقتصادية العظمى او اوروبا مثلا هي اللي في ايديها الشمس، تقعد بقى تتحكم على مزاجها مين تطلع عليه الشمس ومين لا. الدول اللي معانا هنديها شمس، والدول النامية واللي مش معانا مش هنديها شمس، ونبقى احنا الناس الوحيدة اللي عندنا شمس. ولكن الحمد لله ان الشمس بايد ربنا بس، وسبحانه وتعالى بينعم بيها على عباده كلهم، المتدين والمؤمن والكافر واللي بيعصيه، كل الناس عندها شمس. فالحمد والشكر لله قوي 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 على نعمة الشمس، والحمد والشكر لله ان هي بايده هو ارحم الراحمين. لو عجبتك قصة الولد اللي ما بيحبش الشمس يبقى اول حاجة تدعي لماما لان هي اللي قالتها لي، ربنا يرحمها يا رب. وبما ان دي اول حلقة فعايز اسالك سؤال، عجبتك فكرة البودكاست ولا لا؟ لو عجبتك وعجبك المحتوى سيب كومنت، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، واخيرا اعمل شير مع اصحابك عشان كلنا نفتكر النعم اللي غايبة عننا. شكرا انك اتفرجت او سمعت الحلقة للنهاية، مع السلامة.